بواحد الهدوء اللي غريب. الكسال ديال الحمام كان جالس في البلاصه ديالو، راجل كبير شويه في العمر، كينعس وكيفيق وباين عليه العيا وكيتسنى غير وقتاش يسالي الخدمه ديالو باش يسد دخله. كيف ديما دخلت باليمين وقلت بسم الله، ولكن بالزربه وبلا ما نركز في الكلمات دزت البيت البارد، البلاصه اللي كنحطوا فيها الحوايج ديالنا. حطيت الفوطه ديالي وعلقت حوايجي في واحد الشوكه اللي قديمه. الريحه ديال الحمام كانت مخلطه بين ريحه الصابون البلدي اللي كنعرفوها كاملين وريحه البخار اللي كيعطي احساس بالدفء. ولكن تحت هاد الروائح كنت كنشم واحد الريحه غريبه، بحال ريحه رطوبه قديمه مع شي حاجه ما مفهوماش، ريحه التراب فازك مع شي ريحه ما عرفتش نحددها. مشيت للبيت السخون، نتوما عارفين كميه البخار اللي كتكون فيه. غير دخلت الرؤيه كانت شبه منعدمه، كتحس بحال الا كاين شي حيط ديال الدخان قدامك، ما كتشوفش حتى الصبع ديالك بوضوح. درجه الحراره كانت طالعه والهواء كان ثقيل لدرجه انني حسيت بحال شي واحد كيضغط لي على صدري. الاصوات كانت كتردد فيه بطريقه غريبه، اي صوت ولو كان خفيف كيولي صوت قوي وكيتشتت في الحمام كامل. كنت كنسمع الصوت ديال الماء كينقط من روبيني، طق طق طق، وصوت الانفاس ديالي وديال دوك جوج الناس اللي كانوا باقيين معايا، وصوت قلبي اللي بدا كيدق بشويه بشويه بواحد الايقاع اللي ماشي عادي. تفاديت القناه المظلمه اللي كتكون فيها الضبابه بزاف وحاولت نختار بلاصتي في الوسط. عمرت السطل ديالي بالماء سخون، بديت كنكب الماء على راسي ولحمي وكنحاول نترخى ونحيد الضغط ديال القرايه. في الاول كنت كنحس بواحد الراحه، البخار كان كيدخل للريه ديالي وكيحسسني بانتعاش. بقيت كنغسل وكل مره كنكب الماء على الارض كنت كنحس بواحد الاحساس غريب، بحال الا كاين شي واحد كيتنفس حدايا ولكن ما كاين حتى شي واحد قريب مني. في واحد اللحظه هزيت راسي باش نمسح وجهي ونشوف فين حطيت الصابون ديالي، وهنا وسط داك البخار اللي كيعمي العينين وبالضبط من جهه ديال واحد الباب شفت واحد الظل طويل وكحل داز من وسط الدخان. الظل ما كانش ديال انسان عادي، ما كانش كيمشي واقف، بحال الا تمشى على 4 رجلين، يعني بحال شي كائن كيمشي على يديه ورجليه ولكن بواحد السرعه اللي ماشي طبيعيه. الظل داز وغبر. قلت مع راسي يمكن شي واحد من دوك اللي كانوا هنايا نسى شي حاجه وجا خداها، اولا الكسال جاي يشوف شي حاجه تماك. حاولت نقنع راسي انه غير عيني خدعوني بسبب كثره الدخان والضو اللي ما كيبانش. ما عيقتش بزاف وكملت الغسيل ديالي، ولكن واحد الاحساس خفيف ديال القلق والتوتر بدا كيأثر عليا، احساس بحال شي حاجه ماشي هي هذيك. الحمام بدا كيخوى، دوك جوج الناس اللي كانوا معايا في البيت السخون سمعت اصواتهم وهما كيخرجوا وداو معاهم الهدوء اللي كان باقي. بقيت انا بوحدي في البيت السخون الواسع، الهدوء اللي كان قبل ولا هدوء اللي في شكل هدوء